السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونكمل مع بعض رحلتنا في المنهج. الدرس اللي معانا النهاردة بيتكلم عن الماء، وهنفهم يعني ايه المية أصلا، يعني المية ايه سبب وجودها في الحياة. طب وتركيب المية ده بتتكون من ايه أصلا؟ طب هل التركيب المية ده رابط بينها تساهمية، رابط هيدروجينية؟ طب تلوث الماء، الخواص الفيزيائية للماء ايه هي؟ تمام. والخواص الكيميائية وهكذا. فبيجي هنا ويقول لي: علمت من دراستك السابقة ضرورة الماء لاستمرار حياة جميع الكائنات الحية، كما أن له استخدامات متعددة. مثل إيه؟ قال لي يعني أنت استخدامات الماء متعددة جدا وضرورية في الحياة، لأن بداية ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء لا غنى عنه. طب هو بيستخدم في الماء؟ قال لي أول حاجة بيستخدم في المجالات المختلفة. زي إيه؟ قال لي زي مجال الزراعة. إحنا عشان نزرع النبات، سواء أرز أو قمح أو ذرة أو أي نباتات أخرى، تمام، لابد من وجود الماء. تمام، لابد من وجود الماء لأنه من الاحتياجات الأساسية للنبات أصلا. تمام. طب إحنا بنحتاجه في إيه تاني؟ قال لك في مجال الصناعة. عشان أصنع أني مكرونة لازم أحط عليها مية. تمام. عشان أصنع أي حاجة لازم أحط عليها مية. ففي مجال الصناعة. طب قال لي إيه تاني؟ قال لي في مجال استخدامات الشخصية. يعني إيه يا مستر؟ مش فاهم الكلام دوت. مجال استخدامات الشخصية يا شباب، يعني الوضوء، الأكل، الشرب، تمام، الغسل، الاغتسال، الطبيخ، وهكذا. كل استخدامات شخصية تبعك أنت. تمام. دي استخدامات الماء، يبقى لا غنى عنها. تمام. فبيجي يقول لي هنا في تركيب الماء. قال لي تركيب الماء هنا إيه هو تركيب الماء أصلا؟ قال لي تكوين جزيء الماء القطبي. المية دي بتتكون من إيه؟ قال لي أول حاجة جزيء الماء يتكون من ارتباط أصلا إيه؟ قال لك ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين برابطتين تساهميتين أحاديتين. ركز معايا. أول حاجة إحنا عارفين أصلا إن رمز المية اللي هو H2O. مش هو قال لك ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين؟ يبقى H2O. تمام. ماشي. قال لك في الشكل المقابل دوت ان الرابطتين دول، الرابطة دي والرابطة دي، هي رابطتين تساهميتين أحاديتين. طب يعني إيه أحادية ويعني إيه تساهمية؟ بيقول لي هنا أنا عندي جزيء الماء اسمه H2O. يعني إيه؟ يعني عندي ذرة الأكسجين هنا، وهنا ذرة هيدروجين، وهنا ذرة هيدروجين أخرى. قال لي إن الرابطة اللي هي ده رابطة تساهمية أحادية، ودي رابطة تساهمية أحادية، فينشأ عني رابطتين تساهميتين أحاديتين. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا أصلا الأكسجين دوت لا فلز. ليه؟ لأن هو عبارة عن عدد الذري بتاعه 8. يعني لما أجي أوزع هقول 2 و6. أصبح إيه؟ أصبح إن الأكسجين دوت محتاج كام؟ محتاج 2 إلكترون عشان يصل لمرحلة الاستقرار، عشان محدش يخش عليه. يعني إيه يخش عليه؟ عشان ما يتفاعلش مع أي عنصر تاني. لازم يستقر عشان في الظروف العادية اللي احنا فيها ما يمشيش ويتفاعل مع أي حاجة تانية. يبقى أنا عندي الأكسجين محتاج مين؟ 2 إلكترون في مستوى الطاقة الأخيرة عشان عشان يوصل للاستقرار. طب الهيدروجين أصلا عنده الهيدروجين 1. لما اجي اوزع هقول 1 بس. فلازم ده طالما ده فلز هيفقد الواحد دوت عشان يصل للاستقرار. تمام. يعني رابطتين أحاديتين، بمعنى ان ده فيه هنا الكترون، فيه هنا اهو كده فيه الكترون، وفي هنا الكترون شاركت بيه، وديت فيه الكترون برضو شاركت بيه، ودي الكترون شاركت بيه. بمعنى ان ذرة الهيدروجين شاركت بواحد الكترون، وذرة الهيدروجين التانية شاركت بواحد الكترون. فنيجي نبص هنا نلاقي الاكسجين شارك باتنين الكترون. فاصبح اصبح ان الاكسجين خدت الرابطة بتاعتها دي مشاركة بين 2 إلكترون ودي 2 إلكترون. يعني أصبحت مين الأكسجين 2 8، لأن خدت الإلكترون بتاع الاتش والاتش التانية.
والاتش وذرتين الهيدروجين فقدوا الايه الالكترونات بتاعتهم، فاصبح ايه ان مركب الماء مستقر. الرابطه التساهميه هي عباره عن عنصرين شاركوا بالكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي عشان يرتبطوا ببعض. فبيقول لي هنا ان الزاويه بين الذرتين اللي هي الزاويه بين الرابطين اللوحتين اللي 104. يعني ايه 104 يا مستر؟ يعني ذرتين، يعني الزاويه ديت تكون زاويه منفرجه وليست زاويه ايه حادة. ليه؟ لأن الزاوية المنفرجة بتكون أكبر من 90. تمام. فبيجي يقول لي هنا الروابط بين جزيئات الماء. إيه الروابط بقى؟ فاكر معايا هو قال لك الروابط بين إيه؟ بين ذرات الماء ولا جزيئات الماء؟ قال لي جزيئات الماء. معنى كده إن اللي قصاد منك دي رابطة بين ذرات الماء اللي هي ذرة أكسجين وذرة إيه هيدروجين. إنما الروابط دي بقى بين جزيئات الماء يعني ده جزيء واحد، ده جزيء اتنين، ده تلاتة. تمام. تمام. قال ينشأ بين جزيئات الماء القطبية تمام نوع من التجاذب الإلكتروستاتيكي. لو تفتكر في الدروس اللي فاتت قال لك إن الماء من المركب قطبي. ليه مركب قطبي؟ قلنا لأن السالبية الكهربية بين عنصري إيه كبيرة نسبيا، صح؟ تمام. فبيجي يقول لك هنا إن في تجاذب بينهم وبين بعض اسمه إلكتروستاتيكي اللي هو كهربي. قال لك التجاذب دوت ضعيف ماشي، يسمى بالرابطة الهيدروجينية. يسمى بالرابطة إيه؟ الهيدروجينية. وجال لك سؤال علل هنا، ليه بقى؟ ليه رابطة هيدروجينية؟ قال لك لكبر قيمة السالبية الكهربية للأكسجين مقارنة بالهيدروجين. عايز أقول لك إن بين جزيئات الماء ديت تمام ده بيتكون رابطة هيدروجينية. طب أنت مش فاهم يعني إيه رابطة هيدروجينية؟ أوضحها لك. قال لك أصلا إن أنت لو أنا جبت كوبايتين مية وحطيت كوبايتين الاتنين نصهم مليانين نصهم، تمام، فهو انا مسكت الكوبايه التانية كبيتها على الكوبايه الاولانيه، فاصبح في هل انا اقدر افرق بين الميه اللي كانت في الكوبايه الاولانيه والميه اللي كانت في الكوبايه التانية؟ هتقول لي لا. طب ليه؟ طب هل في فرق بين الميه الاولانيه والميه التانية؟ يعني في حاجز كده بينهم؟ قال لي لا. ليه؟ لان الاتنين امتزجوا مع بعض، حدث بينهم تجاذب. حدث بينهم ايه؟ تجاذب ادى الى امتزاج الماء الاولى مع الماء الثانيه. تمام. الاتنين اصبح منهم ايه؟ تجاذب. فانا اقدر دلوقتي ان انا ارجع الميه تاني، يعني ان انا منسوب الميه ارجعها تاني للكوبايه الاولانيه واخلي الاتنين ايه؟ نصين زي ما كانوا. تمام. طب هل انا اقدر، يعني ده بيمثل ان في روابط بين جزيئات الماء وبعضها اسمها رابطه هيدروجينيه ضعيفه عشان اقدر افصل الميه الاولى على الميه التانيه. طب ان انا اقدر افصل ذرة الهيدروجين بذرة الأكسجين، يعني أقدر أفصل خلاص أخد ذرات، يعني آخد ذرات منهم المركب، كل مركب وأحطه على حدة، يعني آخد قطرتين من المية وأبعدهم بعيد عن بعض؟ ما أقدرش. ليه؟ قال لك لأن الرابطة التساهمية أكبر من الرابطة الهيدروجينية، لأن الرابطة الهيدروجينية اللي بينهم أصلا ضعيفة. حتى هو بيمثلها لك هنا، لو بصيت بين الجزيء دوت اللي هو الجزيء الأولاني ده تمام والجزيء التاني ده اهو، هتلاقي الرابطة بينهم مخططها لك نقط 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 عشان يقول لك ضعيفة. انما الرابطة التساهمية ماسكها عاملة زي الخشبة او الحديدة اللي ماسكة فيها بس. فبيجي يعرف لي هنا بيقول لي الرابطة الهيدروجينية اللي هي نوع من التجاذب الالكتروستاتيكي الضعيف. يبقى الرابطة الهيدروجينية ايه؟ نوع من التجاذب الالكتروستاتيكي الضعيف. ينشأ ايه؟ قال لك ينشأ بين جزيئات الماء اللي هي جزيئات بعض المركبات القطبية، مش شرط الماء، لأن الماء مركب قطبي فيه مركبات تانية قطبية، فهو عامها على الكل. يبقى ينشأ بين جزيء، قال لك جزيئات مش ذرات، تمام، عشان دي اسمه جزيء يا شباب، ده اسمه جزيء، ده جزيء. إنما اللي بينهم بعض دي اسمها ذرات. تمام. فبيجي يقول لي هنا الرابطة، ده ملحوظة احنا قلناها، الرابطة الهيدروجينية أضعف من الرابطة التساهمية. يعني الرابطة الهيدروجينية دي أضعف. ليه؟ قال لك دي موجودة بين جزيئات الماء، إنما دي بين الذرات في نفس الجزيئات. ركز، بين الذرات في نفس الجزيئات. تمام. بالرغم من ذلك فإن إيه؟ قال لي فإن الروابط الهيدروجينية من أهم العوامل المسؤولة عن شذوذ الماء. طب ليه أصلا المادة ممكن الماء خواص الماء تكون شاذة أصلا؟ ليه؟ قال لك لأن وجود روابط هيدروجينية
بين جزيئاته هي اللي بتؤدي إلى شذوذه أصلا. بمعنى إيه؟ إن أنا أقدر أسكب الماء. يعني الماء لو وقع على الأرض ينسكب. يعني إيه ينسكب؟ يعني يتبعتر، كل قطرة بتروح في ناحية. فدي دليل على إن هي في شاذة. هو عايز إن الماء تكون صلبة، يعني عايزها تكون مادة صلبة زي الخشبة، لو وقعت الأرض لا تنسكب ولا تتبعتر. تمام. يبقى هو بيقول لك ده من أساس شذوذ الماء. نيجي هنا على خواص الماء. قال لي خواص الماء، انت عندك خواص الماء اول حاجة عندك خواص فيزيائية وخواص كيميائية. هنبتدي بالخواص الفيزيائية. تمام. ونقول لك انها لها 4 خواص. ايه هو اول خاص؟ قال لي ان هو بيتواجد في 3 حالات. تمام. صلبة وسائلة وغازية، مذيب قطبي جيد، وبعد كده ارتفاع درجتي غليانه وتجمده، بعد كده انخفاض كثافته عند التجمد. هندرس كل خاصية على حدة. تمام. نيجي هنا على الخواص الفيزيائية للماء. أول حاجة قال لي يتواجد في حالات المادة الثلاث. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عندي الماء في الحالة الصلبة بيكون ثلج، في الحالة السائلة بيكون ماء، في الحالة الغازية بيكون بخار الماء. طب يتم ده ازاي؟ يعني الحالات الماء دي بتتم ازاي او عن طريق ايه؟ قال لي بتتم عن طريق عمليتين اتنين. ايه هما؟ قال لي التبريد والتسخين. ليه؟ قال لي لان اصلا المية السائلة ديت هي الوسيط ما بينهم. يعني ايه الوسيط ما بينهم؟ يعني هي اللي في النص. تمام. هي يعتبر الموجودة بشكل عام. تمام. انا عايز احولها لثلج، اعمل ايه؟ قال لك بسيطة جدا. عاوز تحولها لثلج، حطها في الفريزر، بردها عن طريق التبريد تحول لثلج. طب انت عايز تحولها لبخار ماء، اعمل ايه؟ قال لك بسيطة جدا. هتعمل ايه؟ هتحطها على النار، يبقى بالتسخين عشان تحولها لبخار. يبقى كده ايه؟ اقدر احول المادة من صورة لاخرى، يا اما بالتبريد يا اما بالتسخين. قول لي تاني حاجة عندي هنا انه ايه؟ قال لي ان هو مذيب قطبي جيد، ومديني نشاط واحد. نشاط واحد ده بيتكلم عن الماء ان هو مذيب قطبي جيد، ويفهمني هو مذيب قطبي جيد ازاي. فمديلي في النشاط واحد عندي ادوات لازم استخدمها. ايه هي الادوات دي؟ قال لك ان انت هتجيب لي 3 اكواب زجاجية، 3 كوبايات فاضيين. تمام. وهتجيب لي مية تملاهم ماء، وبعد كده تجيب ملح طعام، هتجيب سكر، بعد كده زيت وملعقة للتقليب. يبقى عندي 6 حاجات. الخطوات بتاعتي. تمام. أول حاجة قال لي ملح الطعام. إن أنت هتعمل إيه؟ هتملأ المية 3 أكواب بكميات متساوية من الماء. يعني إيه؟ يعني كل الكوبايات هتكون عندي منسوب معين من الماء. تمام. عندي إيه؟ منسوب معين من الماء. تمام. الكوب الأولاني دوت هتضيف له إيه؟ هتضيف له ملح الطعام. الكوب التاني سكر المائدة. الكوب التالت هتضيف له زيت طعام. تمام. ماشي. طب بعد كده قال لي بعد كده ان انت هتلاحظ. شوف ايه اللي انت لاحظته. قال لي اللي انا لاحظته اصلا ان يذوب كل من ملح الطعام وسكر المائدة في الماء. طب والزيت ماله؟ قال لي الزيت لا يذوب في الماء. ده اللي انا لاحظته، مش عارف ليه. لكن الاستنتاج اللي انت هتستنتجه بقى من الكلام دوت، قال لي ان الماء مذيب قطبي جيد لمين؟ لحاجتين اتنين. ايه هما؟ قال لي للملح اللي هو في الطعام معظم المركبات الايونية. تمام. لان اصلا ملح الطعام مركب ايوني. طب ايوني ليه يا مستر؟ ليه مركب ايوني؟ ما قلتش عليه انه مركب تساهمي. قال لي مركب ايوني عشان بيفقد. ليه؟ عشان عندي الصوديوم ان ايه. تمام. وعندي الكلور. ده الصوديوم هيفقد الكترون لان عدد الذري بتاعه 11. ده هيكتسب الكترون لان عدد الذري بتاعه 17. تمام. يبقى الاتنين هيكونوا لي ان ايه، سي ال. تمام. يعني ايه؟ يعني كلوريد صوديوم. يبقى ده لما فقد 1 إلكترون أصبح أيون موجب، وده لما اكتسب إلكترون أصبح أيون سالب. فعشان كده سمي مركب أيوني. تمام. ماشي. نيجي هنا لإيه تاني؟ قال إن أنت عندك هنا بعض مركبات التساهمية كسكر المائدة. ليه مركب تساهمي؟ ليه أصلا؟ التي تكون إيه؟ برابط هيدروجيني مع الماء. يعني بعض المركبات التساهمية زي السكر بتكون لي إيه بقى؟ روابط هيدروجينية مع الماء. ماشي. طب يعني هو قال إيه؟ بعض المركبات، معنى كده إن المعظم لا يذوب. معظم مركبات التساهمية زيت الطعام.
لا تذوب في الماء ولا يمكنها تكوين روابط هيدروجينية. أنا بمثل يا شباب الموضوع دوت بإيه؟ زيت الطعام والسكر وملح الطعام اللي هو بيكون روابط هيدروجينية. تمام؟ يعني قال لي الملح الطعام والسكر كونوا روابط هيدروجينية، بمعنى إن هما ذابوا فيهم. الزيت بمثله بنفس النظام، إن هو إيه؟ لا يكون ولا هيكون أصلا. تمام؟ ده كل الكلام. سؤال هنا علل نفس الكلام، علل يذوب ملح الطعام في الماء. تمام، ليه؟ لأن الماء مذيب قطبي جيد لمعظم مركبات الأيونية. طب ليه يذوب السكر في الماء بالرغم من أنه مركب تساهمي؟ لأن جزيئات السكر تعمل إيه؟ قال تكون رابط هيدروجينية تتأقلم معاه. تمام؟ ماشي. لا يذوب الزيت لأنه مركب لا يكون رابط هيدروجيني، يبقى أي مركب تساهمي تمام لو يذوب في الماء يبقى بيكون روابط، لا يذوب يبقى لا يكون روابط. تمام. بيقول لي هنا ارتفاع درجتي ايه؟ قال لي درجتي غليانه وتجمله. بمعنى اصح قال لك هنا من المتوقع اصلا، يعني المتوقع ان درجة غليان الماء النقي تكون اقل من 100. يعني اقل من 100 يعني 95 تمام درجة مئوية وهكذا. طب ودرجة التجمد قال لي كان متوقع ان هي تكون اقل من الصفر. يعني ايه اقل من الصفر؟ يعني -1 -2 -3، يعني بالسالب يعني. تمام. قال لي إلى أنه في الضغط الجوي المعتاد. يعني الضغط الجوي يا شباب إحنا عندنا أصلا طبقات الغلاف الجوي، ده الأرض ودي طبقة الغلاف الجوي، ده في ضغط هنا كده اسمه الضغط الجوي موجود فين؟ في وسط الدايرة دي اللي هو الغلاف الجوي. تمام، اسمه الضغط الجوي، ضغط الهواء بمعنى أصح. تمام. قال لي تحت الضغط الجوي المعتاد، قال لي إن المية بتغلي عند إيه؟ قال لي المية هتغلي عند 100 درجة. خلاص ثبت عشان في ضغط بس. ضغط إيه؟ ضغط درجة الغليان. وإيه تاني؟ قال لي يتجمد الماء عند صفر. نفس الكلام. طب ليه بقى السؤال ده علل؟ قال لي لأن عندك هنا لوجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته. يعني ليه أصلا عند 100؟ قال لي عشان خاطر إن في روابط هيدروجينية. طب وليه عند الصفر النقي؟ قال لي برضه لوجود روابط هيدروجينية هتاخد وقت لغاية لما إيه؟ هيغلي أو الماء هيتجمد. تمام. بيقول لي هنا في الخاصية الرابعة يا شباب، انخفاض كثافته عند التجمد. تمام. يعني ايه انخفاض كثافته؟ احنا عندنا طبعا المادة الواحدة الكثافة بتاعتها ثابتة، بمعنى ان كثافة الخشب عندي وليكن مثلا 1 هتفضل 1 حتى لو احنا جبنا ايه، لو جبنا نجلة خشب مليانة كلها خشب تمام ورميناها في الماء هي نفس الكثافة واحدة. الحديد كثافته واحدة لا تتغير، يبقى الكثافة ثابتة في المادة الواحدة. تمام. فقال لي هنا إن يشذ الماء عن جميع المواد. الماء شاذ ليه بقى؟ في أن كثافته وهو في الحالة الصلبة أقل من كثافته وهو في الحالة السائلة. يعني عند المية تمام الكثافة بتاعته هتكون إيه؟ ليها كثافة معينة، إنما لما يتحول لحالة صلبة الكثافة بتاعته بتقل. ليه؟ لأن أصلا لو أنت جبت قطعة تلج ورميتها في المية إيه اللي هيحصل لها؟ قال لي إن هي هتطفو فوق سطح الماء. معنى إن هي تطفو فوق سطح الماء إن كثافتها أقل من كثافة الماء. تمام؟ ماشي. طب ليه بقى الموضوع دوت؟ هنفهم مع بعض. قال لي لأنه عند انخفاض درجة حرارة الماء عن 4، يعني درجة الحرارة أنا حطيت كوباية المية أو أجازة المية حطيتها في التلاجة، إيه اللي هيحصل؟ قال لي أول ما توصل عند 4 درجة مئوية إن تتجمع جزيئات الماء بواسطة روابط اسمها روابط هيدروجينية. تمام. تمام. مكونة إيه؟ قال لي مكونة بلورات سداسية الشكل كبيرة الحجم زي البلورات اللي قصاد مني دي. بينها ايه؟ قال لي بينها الكثير من الفراغات فيزداد حجمه. يعني ايه يا صديقي؟ يعني انا بمثل لك المية اصلا ان احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا اسمه جزيئات. تمام. عندنا في الصورة اللي قدامك ديت ده جزيء الماء وجانب منه جزيء الماء ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لي بين الروابط ديت وبعضها في حاجة اسمها ايه؟ روابط هيدروجينية. تمام. طب الروابط ده انا بمثلها وهي موجودة في المية. تمام. موجودة في كوب الماء بتكون الروابط بينه وبينهم ضعيفة. يعني ايه ضعيفة؟ يعني اقدر افصل الماء عن ايه؟ عن المية التانية. تمام. ماشي.
طب انا دلوقتي خلاص انا دخلتها في الفريزر، ايه اللي بيحصل؟ يعني الروابط بينهم وبين بعض هما في الكوبايه بمثلها بحته حبل كده صغير مرخي، تمام، بين الروابط، بين المركبات وبعضها، تمام ماشي. طب انا دلوقتي لما اجي اجمد الميه دي ايه اللي بيحصل؟ قال لما اجي اجمدها الحبل اللي هو مرخي ده بيبتدي يشد، لان في طاقه طاقه داخله عليه، تمام، طاقه داخله بيكتسب طاقه اللي هو درجه التجمد، فبيشد. لما هو يشد ايه اللي بيحصل؟ قال لي الفراغات اصلا الموجوده، يعني هي في فراغات موجوده اصلا، بس عشان بس الرابطه بينهم وبين هي الرابطه الهيدروجينيه بين الماء وبعضها مرخيه، تمام، يعني واخدين على بعض. يبتدي بقى لما يحشوا ينكمشوا بالبروده ايه اللي بيحصل؟ كل واحده بتسيب ايه؟ بتشد على نفسها، تمام، بتتلج بمعنى اصح، فبتسيب بينها وبين اختها فراغ، تمام، بتسيب بينها وبين اختها فراغ، فعشان سابت فراغ اصبح ان كثافتها قلت، تمام، يا رب الامور تكون واضحه. فهنا علل، لما يجي يقول لك علل يطفو الثلج فوق سطح الماء لان كثافه الثلج اقل من كثافه الماء وبس. بعد كده يا شباب نيجي على ثانيا، قال لي الخواص الكيميائيه، الخواص الكيميائيه لايه؟ للماء. قال لي انا عندي خاصيتين بس. اول خاصيه عندي ان هو بيقول لي ان هو متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. كلمه متعادل يا شباب يعني ملوش تاثير، تمام، متعادل يعني ايه؟ يعني واحد بيساوي واحد، ده بيساوي ده. يعني احنا عندنا ورقتين عباد الشمس اصلا، اول حاجة الورقة الزرقاء والتانية الحمراء، تمام. فقال لي تعال نشوف بقى في نشاط اتنين اللي هو مطلوب مني ايه. قال لك ان الماء متعادل التأثير. طب ازاي؟ قال لي اول حاجة انت عندك الخطوات بتاعتك، ان انت بتضع ورقتي عباد الشمس الزرقاء والحمراء الاتنين في حوض به ماء نقي. يعني بتجيب حوض زي اللي انت شايفه دوت، تمام، في مية، وورقتي الزرقاء والحمراء بتاعت عبود الشمس، تمام، وتحطهم فين؟ في الحوض اللي هو به ماء. نيجي هنشوف على الملاحظة نلاقي لا يتغير لون ورقتي عباد الشمس الزرقاء والحمراء. معنى كده ان هو متعادل، لان اصلا لو كان اثر يعني عمل العكس، بمعنى الزرقاء خلاها حمراء والحمراء خلاها زرقاء، كان هيحصل فيه تأثير. انما مفيش تأثير، زي ما حطيت الورقة في المية طلعتها بنفس اللون بتاعها. ده الاستنتاج. يبقى ايه بقى؟ قال الماء النقي متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس. الماء النقي اللي مفيهوش اي شوائب، تمام، يعني ايه؟ يعني ميه نقيه، ان هي ليس لها طعم ولا رائحه، تمام، واللون بتاعها شفاف وليس لها لون. مديني النشاط قال لي التحليل الكهربي للماء. هنحلل الماء كهربيا ازاي؟ قال لي انا هديك ادوات، تمام، واقول لك على الخطوات، وانت بناء على الكلام دوت انت هتحلل لي الماء كهربيا. بمعنى ايه؟ ان انت يا صديقي هتخلي تفصل الاو عن الهيدروجين، ذرتين الهيدروجين، بس يعني هتخلي تفصل غاز الاكسجين لوحده وغاز الهيدروجين لوحده. ده المغزى من الايه؟ التحليل الكهربي. هنشوف معانا في الادوات ديت. قال لي انت عندك الادوات، اول ادوات ايه بقى؟ قال لي انت عندك اول حاجه ايه؟ قال لي زجاجه مياه غازيه بلاستيكيه فارغه. يعني انت هتجيب لي جازات ميه يا صديقي، تمام، فارغه فاضيه خالص، تمام، هتعمل ايه؟ قال لي مقطوع فوهتها. يعني ايه مقطوع فوهتها؟ يعني جازات ميه كده يا شباب، الفوهه دي مقطوعه، يعني الحته دي مقطوعه، تمام. يعني انت هتعملها ازاي؟ يعني انت هتجيب لي جازات ميه عامله كده، تمام ماشي. تاني حاجة عندي قال لي ملعقة كربونات صوديوم. كربونات الصوديوم يا شباب اللي هي البودرة اللي هي بتتحط على عجين، أو بتشتريها مثلا من عند بتاع العطارة، بتشتريها عشان تحطها مثلا في الجزم، تمام، يعني انت بتحطها في جزمتك عشان ما تطلعش ريحة. ده كتفسير علمي يعني ليها، تمام. بعد كده تجيب مية، بعد كده قطعة دائرية من الفوم. قطعة دائرية من الفوم دي يا شباب دي عبارة عن، عارفين طبق الفل؟ طبق الفل اللي هو بيتوزع في الأفراح، تمام، بس احنا مش عايزين طبق الفل الرقيق، عشان طبق الفل ده أجلها ماسكة فيه بيتكسر. لا احنا عايزين طبق، عايزين فل، طبقة فل من هي ايه؟ من اللي هي بتيجي في الكراتين، اللي هي مثلا بتيجي في الأجهزة الكهربية دي. بعد كده هتجيب لي قلمين رصاص، سلكين توصيل من النحاس، سلكين عاديين، ومسدس شمع، وبطارية 4.5 فولت، وأنبوبتين اختبار.
عندنا هنا يا شباب في الخطوات بتاعتي اللي استخدم المواد والأدوات السابقة في تكوين الدائرة الكهربية. طب انت مش عارف الدائرة بتتكون ازاي؟ ركز معايا. أول حاجة يا شباب إن أنا محتاجه إن أنا هجيب واحدة جزازة مقطوعة فوهتها، يعني انتوا شايفين الفوهة بتاعتها ديت، أنا هقطع ايه؟ هقطع الفوهة بتاعتها فقط هكذا. تمام. طب بعد كده أنا هروح جايب قطعة فوم اللي هي قصاد منكم ديت. تمام. قطعة الفوم دي يا شباب هي عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن فيل، قطعة فيل كده بعملها مدورة على شكل أو حجم ايه؟ ازازة البلاستيك. تمام. بعد كده بجيب جلامين رصاص، تمام، زي اللي قصاد منكم دولت، قلمين رصاص. ببري القلم بحيث ان سنه يكون كويس من فوق. تمام. وبعد كده ببريه من تحت، يعني ببريه من الحتة دي، بمعنى ان انا محتاج الرصاص يظهر من هنا. يعني ابري القلم كده لغايه لما الرصاص يظهر، والقلم التاني نفس الكلام لغايه لما الرصاص يظهر. تمام. وبعد كده يا شباب بعد كده انا هجيب سلكين اللي هما سلكين نحاس. تمام. واربط السلكين هنا كده، اعجدهم هنا على الرصاص بحيث يكونوا ملامسين الرصاص، ودي لي طرف ودي لي طرف كمان. تمام. بعد كده بوصل طرفين السلكين دول فين؟ في البطارية اللي هي ايه 4.5 فولت. تمام. نيجي نبص على الصورة. جينا بصينا على الصورة يا شباب هنلاقي ان احنا عندنا اول حاجة البطارية، تمام، 4.5 مربوطة في السلكين. تمام. وعندنا الجلامين الرصاص زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، جلامين الرصاص هنا مربوطين تحت بالسلك، تمام، ومبشورين من تحت. تمام. وايه تاني؟ وحط قطعة الفوم زي ما انتوا شايفين كده، تمام، في المية. وبوبتين الاختبار حطهم فين؟ وبوبتين الاختبار حطهم فوق الجلامين. وبمسدس الشمع وعمل ايه؟ قال لي لزج السلكين في ايه؟ في رصاص عشان ما يتحركوش. طب ايه وظيفة الكربونات الصوديوم بقى؟ كربونات الصوديوم وظيفتها ان الماء النقي رديء التوصيل للكهرباء، فانا بحط قبل ما احط الميه بحط كربونات الصوديوم على الميه واقلبهم وادوبهم في بعض بحيث ان هو يكون الميه مختلط بكربونات صوديوم، فبالتالي يوصل للكهرباء جيد. تمام. يكون موصل جيد للكهرباء. طب ايه المطلوب مني تاني؟ قال لي انت مطلوب منك ان انت هتغلق الدائرة لمدة 10 دقائق. بمعنى ايه؟ هتوصل الدائرة بقى في السلوك في البطارية وتسيبها 10 دقائق، تمام، شغالة. بعد كده ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ان وجود فقاعات غازية ايه زي ما انتوا شايفين كده هتطلع من الانبوبة الاختبار. تمام. طب اكشف عنهم ازاي؟ يعني انا اعرف الغاز اللي هنا المتصاعد فوق اللي هو الهيدروجين، والغاز التاني اللي هو الاكسجين، اعرفهم ازاي؟ قال لي الكشف على الهيدروجين ان حضرتك بتجيب عود كبريت، تمام، اللي هو عود ثقاب، وتحطه فوق الفوهة، يعني فوق فوهة انبوبة من انبوبتين. لو لقيته اشتعل بفرقعة، لقيت النار فرقعت، يبقى ده غاز هيدروجين. لو لقيت النار توهجت، تمام، يعني تلاقي النار كده ايه توهجت مره واحده كده من غير ما تفرجع، يبقى ده غاز اكسجين. تمام. لان وظيفه الاكسجين انه لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. نيجي هنا على الملاحظه يا شباب. قال لي ملاحظتك ايه بقى؟ قال لي الملاحظه ان انت الغاز المتصاعد فوق القطب السالب يشتعل بفرقعه عند تقريب الشظيه المتقده اليه. يعني فين القطب السالب؟ قال لي المهبط القطب السالب اهو، ده المهبط القطبي السالب. قال لي ساعة ما احط فيه عود كبريت هلاقي ان هو بيشتعل بفرقعة، يبقى ده غاز الهيدروجين. تاني حاجة قال لي الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب ده مش محتاجة تفسير، يزداد اشتعال الشظية المتقدة، هتلاقيها توهجت. تمام، ماشي، يبقى ده غاز الاكسجين. قال لي حجم الغاز المتصاعد فوق القطب السالب ضعف حجم الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب. ليه ضعفه يا شباب؟ لان احنا عندنا اصلا ان المية عندنا جزيء المية بيتكون من ايه؟ بيتكون من ذرة اكسجين واحدة وذرتين هيدروجين. معنى كده ان الغاز اللي هيطلع هيكون غاز موجود فيه 2 هيدروجين، يعني ضعف الاكسجين، لان المية فيه اكسجين واحدة بس، انما الهيدروجين فيه ذرتين هيدروجين، لازم يكونوا ضعف غاز الاكسجين. تمام. تمام. طب استنتاجك ايه يا باشا؟ قال لي الاستنتاج بتاعي ان يتصاعد غاز الهيدروجين فوق القطب السالب والاكسجين فوق القطب الموجب. ماشي. طب ايه اللي ايه بقى؟ قال لي ينحل الماء المحمض كهربيا. كلمة ماء محمض يا شباب عشان انا ضفت للمية كربونات صوديوم، تمام، الى عنصرين. يعني بعد كده هتلاقي مثلا انا كده فصلت للمية الاكسجين عن الهيدروجين، تمام، ويكون غاز الهيدروجين ضعف حجم غاز الاكسجين. ده المعادلة يا شباب اللي قدامك ديت معادلة
لازم تفهمها كويس جدا. قال لك أول حاجة المية تحليل كهربي هيديني هيدروجين اتنين، وهيديني أكسجين اتنين هيتصاعد. تمام. فبقول لي هنا يا شباب، قال لي إن فكرة عمل جهاز فولتمتر هوفمان الذي يستخدم في عملية التحليل الكهربي للماء. يعني اللي احنا عملناه دوت النشاط السابق بيوضح ايه؟ اللي يوضح فكرة عمل جهاز فولتمتر هوفمان. بمعنى ايه؟ نفس الجهاز بس احنا عملناه بأدواتنا الخاصة. السؤال اللي قلنا عليه يا شباب، علل إضافة قطرات من حمض الكبريتيك أو كربونات صوديوم إلى الماء النقي تحليله كهربيا. ليه عند تحليل الكربون بضيف المادة دي؟ قال لي لجعل الماء موصلا للتيار الكهربي، حيث أن الماء النقي رديء التوصيل للإيه؟ للتيار الكهربي. بيجي هنا يقول لي عندي ان انت عندك علاقة مهمة جدا. العلاقة بتقول لك ايه؟ ان انا عندك حجم غازي الهيدروجين والاكسجين عند التحليل الكهربي بيساوي ايه؟ قال لي حجم غاز الهيدروجين بيساوي 2، يعني ضعف حجم غاز الاكسجين. عشان ده مهمة جدا، ممكن يديك حجم غاز الهيدروجين او يقول لك حجم غاز المتصاعد عند المهبط، فانت تعرف اللي هو عند المهبط يبقى غاز هيدروجين. تمام. بيساوي كام عند المصعد؟ بيساوي 2 في حجم غاز يا شباب. عند التلوث المياه، تلوث المياه دي حاجة مهمة جدا في الحياة. تمام. فبقول لي يؤدي التزايد المستمر في الأنشطة الزراعية والصناعية والتنموية إلى تلوث المياه. بمعنى المخلفات اللي بتلقى في المية تمام بتصيب الإنسان. طب ايه هو التلوث المائي؟ فقال لي تلوث المياه ان هو اضافة اي مادة الى الماء. يعني اني هضيف اي مادة للمية بحيث يحدث تغييرا تدريجيا مستمرا في خواصها بصورة تؤثر على صحة الانسان او صحة الحياة الكائنات الحية. طب انا عندي العصير دوت لما بحطه على المية ده يأثر على حياتي؟ لا مش هيأثر على حياتي، ده شيء مستساغ، شيء انا بحط عصير عشان اشربه مستساغ بالنسبة لي، مش هيضرني. تمام. انما لازم يؤثر على صحة وحياة الكائن الحي. بمعنى انا لو جبت كوباية مية وسبتها فين؟ سبتها في الهواء الجوي، سبتها مكشوفة في البيت، ايه اللي هيحصل؟ طب ما هيقع فيها اتربة. تمام. طب وايه تاني؟ قال لي هيجي عليها الذباب والبعوض. طب ما كده تلوثت، غير من شكلها. تمام. هاجي اشربها هلاقي طعمها مش كويس وهتمغص بطني، تعمل لي مغص. تمام. وهكذا يبقى هي غيرت منين؟ من خواصه. يعني خواص المية ان لا لها لون ولا طعم ولا رائحة. المادة اللي هي دخلت على المية عملت لها لون وطعم ورائحة، ومش بس كده، لا ده أثرت على الإنسان، جابت له أمراض يعني. فقال لي هنا يا شباب، قال لي إن أنت عندك ملوثات المياه. عندك كام ملوثات المياه وأضرارها؟ قال لي تقسم ملوثات البيئة. ركز معايا عشان أنا بتكلم دلوقتي على ملوثات البيئة بشكل عام، مش بتكلم على المية. قال لي ملوثات البيئة بشكل عام تنقسم إلى اتنين. إيه هما؟ قال لي ملوثات طبيعية وملوثات صناعية. بمعنى إيه؟ عندي الملوثات الطبيعية أصلا هي ملوثات ليس للإنسان يدخل فيها. يعني الملوثات ديت الإنسان ما تدخلش فيها، لا ده دي بحكمة ربنا سبحانه وتعالى هو منزلها. قال لي مصدرها إيه؟ ظواهر طبيعية. يعني إيه ظواهر طبيعية؟ قال لي زي مثلا موت الكائنات الحية. الإنسان ليه داخل في موته؟ في موت الكائنات الحية أو الإنسان؟ لا. طب إيه تاني؟ قال لي انفجار البراكين. طب إيه تالت؟ قال لي البرق المصاحب للعواصف الرعدية يا شباب. تمام. برق المصاحب للعواصف الرعدية والتي قد تؤدي إلى احتراق الغابات. طب ازاي البرق بيعمل على احتراق الغابات؟ تمام. الحتة دي يا شباب لازم نفهمها كويس جدا. ازاي حرائق الغابات بتيجي اصلا من البرق والعواصف الرعدية؟ ابسطها لك. بداية احنا هنعرف اصلا من زمان ان النبات بيعمل ايه. قال لي ان هو بيتنفس، بياخد غاز ثاني اكسيد الكربون وبيعطينا اكسجين. واصلا من خواص غاز الأكسجين إن هو لا يشتعل ولكنه إيه؟ يساعد على الاشتعال. والبرق أصلا تمام والرعد إيه بقى؟ قال لي إن البرق ده عبارة عن شرر كهربي. تمام. البرق عبارة عن إيه؟ عن شرر كهربي أصلا. فأول ما الأكسجين يشم ريحة البرق، تمام، وإحنا عندنا أصلا الغابة يعني فيها مليون شجرة تدينا أكسجين، فمعنى كده الغابة كلها مليانة أكسجين.
فمع اول ضربة برج ايه اللي بيحصل؟ قال لي بتفج نار فين؟ في الغابة كلها. زي مين؟ امثلها لك بمثال بسيط في البيت. لو لا قدر الله تمام حد مننا نسي وليكن انبوبة البوتاجاز مفتوحة، تمام، وفيها غاز، واحنا في الشتاء وجافلين عننا الشبابيك، طب ايه اللي بيحصل؟ قال لي ان الغاز بيملى البيت كله. طب انت حضرتك بقى عايز تعمل كوباية شاي ولا عايز مثلا تسخن رغيف عيش، ايه اللي بيحصل؟ قال لي اول ما الغاز يشم ريحة الشعر الكهربي البيت كله هينفجر. عافانا الله واياكم. نفس الكلام بيحصل في الغابات، بس عشان نفهم الظاهرة دي بتحدث ازاي. ماشي. نيجي هنا على ملوثات ايه الصناعية. قال لي ملوثات صناعية ايه الأنشطة بتاعتها أو ايه مصدرها؟ قال لي مصدرها أنشطة الإنسان المختلفة، يعني الإنسان اللي بيتدخل فيها، هو المتدخل فيها وهو اللي بيعملها بنفسه. زي مين؟ قال لي الإسراف في استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الزراعية، لأني بستخدم أسمدة كتيرة، تمام، وببدر الأراضي الزراعية. طب ما ده بيأثر وبيلوث المياه اللي أنا بمشي فيها. يعني مثلا أنا ببدر، تمام، الأرض الزراعية بتاعتي وهي مسجية وهي فيها مية. طب ما أنا لما أبدرها وتنزل فيها المية دي ملوثات. تمام. إلقاء مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع وتسريب زيت البترول في مياه البحار والمحيطات، لأني بحط مياه الصرف في البحار اللي أنا بشرب منها أصلا والأنهار. حرق الفحم والبترول يؤدي إلى إيه؟ قال لي تكون الضباب البخاري والأمطار الحامضية. تمام. إن أنا لما أحرق بترول أو أحرق مثلا فحم، الناس اللي هي بتولع شالية في الشتاء، قال لي، والناس اللي بتولع في جش الرز، تمام، قال لي الدخانة دي بتطلع فوق فبتعمل لي إيه؟ بتعمل لي سحب، تمام، سحب مليانة دخان فبتنزل لي ايه؟ امطار حامضية يعني لاذعة، وهكذا. طب ما هو امطار دي ملوثة. انواع ملوثات المياه. تقسم ملوثات المياه الى 4 انواع رئيسية. اول نوع هو تلوث بيولوجي، تاني نوع تلوث كيميائي، تالت نوع تلوث حراري، رابع نوع تلوث اشعاعي. نتكلم عن كل نوع بالتفصيل الممل. قال لي هنا اول حاجة ان انت عندك التلوث الايه؟ التلوث البيولوجي، تمام. طب بيقول لي ايه المنشأ؟ يعني بيحدث ازاي؟ قال لي اول حاجة ان اختلاط فضلات الانسان والحيوان بالمياه. بمعنى ايه؟ عندي مثلا في الصورة اللي قدامك ديت شابين بيعملوا ايه؟ بيحموا الفرس، تمام، في المية. طب ما هو الفرس ده مليان بكتيريا ومليان ملوثات بيؤدي الى تلوث المياه. طب ده هيصيبنا بايه؟ يعني الملوثات دي هتصيبنا بايه؟ قال لي الملوثات دي هتصيبنا اول حاجة الاصابة بالكثير من الامراض. زي مين؟ بالهرسيا، تاني التيفويد، اللي تاني التهاب الكبد الوبائي. دي كلها أمراض يا شباب، تمام، أمراض معدية وأمراض ممكن ما يكونش لها علاج كمان، يعني مستمرة معاك، تمام. ماشي. طب تاني حاجة، قال لي تاني حاجة عندك تلوث كيميائي. طب يعمل ايه التلوث الكيميائي؟ قال لي إنني بصرف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في البحار والأنهار والترع، إنني بحط المياه الصرف الصحي، تمام، في الترعة أو في نهر النيل. طب ده بيؤدي إلى إيه؟ قال لي يؤدي ارتفاع تركيزات بعض العناصر الملوثة للمياه إلى أضرار بالغة. أول حاجة أنا عندي موت خلايا المخ اللي عند التناول المستمر للأسماك التي تحتوي أجسامها على تركيزات مرتفعة منين؟ قال لي من الرصاص. يعني حضرتك لو كلت أسماك كتير، يعني أكيد طبعا لو المواد الكيماوية اللي جاية من المصانع والمخلفات دي اترمت في البحار والأنهار فيها أسماك. لما الأسماك دي بتتغذى على المخلفات دي، فلو خلت كميات عالية من الرصاص الموجود في المخلفات دي، أنت عندك موت خلايا المخ. بمعنى إيه؟ بمعنى إن حضرتك موت خلايا مخ يعني موت خلايا عصبية. يعني حضرتك ممكن يجيلك زهايمر، تمام، يجيلك زهايمر يعني موت خلايا المخ، يجيلك زهايمر تنسى كل الناس. طب ما ده أصلا هيأثر عليك على المدى البعيد. تاني حاجة جالي ارتفاع تركيزات عالية من الزئبق عند الشرب المستمر. لما تيجي تشرب مية كتير من ايه؟ تركيزات برضو المية بتحتوي على تركيزات عالية من الزئبق. قال لك ده نظرك هيضعف، فقدان البصر. بعد كده جالي الإصابة بسرطان الكبد لو انت شربت مياه تحتوي على الزرنيخ، تمام. يبقى احنا عندنا 3 تركيزات. أول حاجة رصاص، تاني حاجة زئبق، تالت حاجة زرنيخ. تمام. رصاص يعني موت خلايا المخ، زرنيخ يعني ايه؟ إصابة بسرطان الكبد. طب زئبق قال لك فقدان البصر. مهمة جدا وتركز على الحاجات دي.
بعد كده يا شباب عندنا التلوث الحراري. التلوث الحراري ده بيقول لي ان انت ارتفاع المناطق البحرية التي تستخدم مياه في تبريد المفاعلات النووية. يعني انا عندي المصانع اللي هي في الصورة ديت، اللي بيحصل المصانع اللي في الصورة ديت بتبرد، هو عبارة عن محطات توليد، تمام، توليد مثلا وليكن كهرباء، او في تبريد مفاعلات نووية. يعني بيعملوا مفاعلات نووية عشان يولدوا ايه؟ يولدوا طاقة نووية. تمام. طب لما يولدوا، قالك المحركات او المصانع ديت عشان تبرد المحركات بتاعتها، اللي بيحصل قال بتجيب مية. طب لما بتجيب مية بتكبها في البحر، وتجيب من البحر تاني مية، وبعد كده تكبها في البحر، وهكذا. زي النظام ايه؟ بشبهها ان انت عندك جردل مية، تمام، مليان مية، وانت بتاخد منه مية وتحطها فين؟ وتسخنها على النار، وتفضيها في الجردل تاني، وتاخد منها مية تسخنها على النار، وهكذا. بعد فترة هتلاقي ايه؟ هنلاقي ان الجردل اللي كان فيه مية باردة اصلا اصبح المية فيه دافئة، تمام، او نار سخنة على الاخر. فقال لي ده هيودي في ايه؟ قال لك هلاك الكائنات البحرية الموجودة في هذه المناطق، لاني بموت الكائنات البحرية. ليه؟ قال لي نتيجة الانفصال الاكسجين الزائف في المياه. ان عندي اصلا الاسماك دي الخياشيم بتاعتها حساسة جدا، تمام، فلما يجي عليها ميه سخنه مولعه فبتموت الخياشيم دي، وبالتالي بتقضي على الاكسجين الزائف في الميه. بعد كده قال لي تلوث إشعاعي. تلوث إشعاعي ده يا شباب إن الإنسان يصيبه إشعاع. قال لي تسرب المواد المشعة من المفاعلات النووية. يعني المفاعلات النووية الموجودة في المصانع ديت، اللي هي المية اللي بتبرد ديت، بتتسرب المفاعلات دي للمية، وبالتالي تعمل إيه؟ تخلي الأسماك فيها نسبة عالية من إيه؟ من المواد النووية أو المواد المشعة. إلقاء النفايات الذرية في المحيطات، ده يأثر على الإنسان ويجيب للإنسان أمراض والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا. آخر حاجة معانا يا شباب يقول لي حماية المياه من التلوث. إزاي أحمي المياه من التلوث؟ قال لي أول حاجة إن أنت عندك سلوكيات وعندك إجراءات. طب ايه هي السلوكيات يا شباب عشان نفهم بس مع بعض، وايه هي الاجراءات؟ قال لي اول حاجة السلوكيات يعني حاجات اني بعملها بايدي، حاجات انا بفكر قبل ما اعملها وبعملها بايدي بشخصي اني، تمام. انما الاجراءات اللي انا بتخذها يعني ايه؟ يعني نشر الوعي، بوعي الناس يا جماعة الخير، محدش يرمي قمامة في الشوارع، محدش يرمي قمامة في البحار، ده اسمه اجراءات، واللي هيعمل كذا هيتاخد عنه واحد اتنين تلاتة. فقال لي أول حاجة يا شباب إن أنا عندي هنا السلوكيات بتاعتي. أول حاجة إن أنت القضاء على ظاهرة التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، إن أنا أقضي عليها تماما. طب ما دي سلوكي، يبقى أنا قضيت على حاجة معينة، تمام. يقول للناس محدش يرمي مياه صرف صحي في الأنهار. تاني حاجة إن أنا أطهر بإيدي خزانات مياه الشرب فوق أسطح العمارات. يعني خزانات مياه الشرب أي أعملها زي نظام كل شهر شهرين تلاتة أنضفها. عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات معدنية فارغة مصنوعة من البلاستيك. ليه؟ قال لي لأن الكلور اللي فيها اللي هي بيعمل على تنظيف المواسير، تمام، تعمل ايه؟ قال لي غاز الكلور بيتفاعل مع البلاستيك دوت. يعني غاز الكلور بيتفاعل مع المادة البلاستيكية اللي هي الجاذبية البلاستيك، تمام، فبيؤدي إلى إيه؟ الإصابة بالسرطان، ربنا يعافينا. بعد كده عندي الإجراءات حماية المياه من التلوث. نشر الوعي البيئي بين الناس حول حماية المياه من التلوث عن طريق بقى وسائل الإعلام. تطوير محطات تنقية المياه وإجراء تحاليل دورية لتحديد مدى صلاحية المياه للشرب. يبقى أنا بعمل إيه؟ أنا بطور وبنشر الوعي، تمام. هذا وبالله التوفيق. أنا عارف إن الفيديو طويل جدا عليكم، ويا رب دايما تكونوا فاهمين وتكون الدنيا الأمور واضحة بشكل تمام. ما تنسوش تدعمونا بقى بلايك أو شير، وتقولوا لزمايلكم عشان الصفحة تزيد، وبإذن الله كلنا نستفيد مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.